عم النوبي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي سيسي. عم النوبي، النهارده عايزين نتعرف كده على يعني زي بطاقة شخصية لعم النوبي. ناس كتير مش عارفة مين عم النوبي، ان هو اقدم عامل في نادي الاسماعيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشتغلت في نادي الاسماعيلي من سنه 78 من 78 في 1/3/78. من منطلق ان انا بحب النادي الاسماعيلي وبحب الكوره من مصغري، فالتجأت للمعلم عثمان بيه الله يرحمه رحمه الله عليه. فكان موجود في الفيلا بتاعته، وكان موجود لوحده قاعد، وكان معاه السكرتير. فطلبت مقابلته، فالراجل قال لي اهلا وسهلا، ايه اللي انت تؤمر بيه؟ قلت له والله انا بحب النادي الاسماعيلي وعايز اروح النادي الاسماعيلي. قال لي يعني انت لعيب كوره؟ قلت له لا انا مش لعيب كوره، بس انا بحب الكوره وعايز اشتغل في النادي. فكلف السكرتير بتاعه، قال له يا حاج محمد، انت تاخد محمد عبد العال رحمه الله عليه. قال له خد الراجل الولد ده وديه النادي الاسماعيلي وسلمه للنادي الاسماعيلي وعينه في شركه المقاولين العرب. يعني اتعينت في المقاولين؟ اتعينت في المقاولين العرب. فانا اتفاجئت، قلت له انا مش عايز اشتغل في المقاولين العرب، انا بقول لحضرتك انا عايز اشتغل في النادي الاسماعيلي. قال لي ما انت هتقعد في النادي الاسماعيلي، بس عشان تقعد في النادي الاسماعيلي فلازم اشغلك في المقاولين العرب عشان يبقى لك مرتب، عشان لما تكبر يبقى لك بيت وعيال تقدر تصرف منه ويبقى لك معاش. فعمل لي جواب، ورحت للمهندس سامح عصب الله في شركه المقاولين العرب في اداره الطرق، وتم تعييني في نفس اليوم، وسلمت مستندات التعيين، وجاي عملوا لي جواب، وجيت قابلت الحاج صبري عبد الجواد اداري النادي الاسماعيلي رحمه الله عليه. كان من الاداريين المحترمين جدا، وقلت له ان انا جاي من طرف المعلم، فرحب بيا وقال لي هتشتغل ايه؟ قلت له هشتغل عامل في الملاعب، بس اهم حاجه يكون في الكوره. فبعتني للعم ابراهيم الهجان رحمه الله عليه، اقدم اداري في النادي الاسماعيلي. والراجل رحب بيا وعلمني واستفدت منه كتير جدا، لدرجه ان الفالنه بتاعه اللاعب ازاي تتطبق، الشراب ازاي يتطبق، الشورت لازم يتطبق ازاي، اللبس لازم يترص ازاي. بعد كده التجأت نزلت الملاعب، اشتغلت مع كابتن شحتة رحمه الله عليه، ماستر الكره المصريه في التدريب. ما انا هسألك، هيبقى سؤالي، اتكلمنا على المدربين اللي انت اشتغلت معاه، المدربين المصريين والمدربين الاجانب. تمام. اول مدرب اشتغلت معاه كان مين بقى؟ اول مدرب اشتغلت معاه كابتن شحتة رحمه الله عليه، وبعد كده تدرجت الاول في قطاع الناشئين. قبل ما اطلع فريق اول طلعت مع الكابتن عربي رحمه الله عليه، والكابتن امير رحمه الله عليه، وبعد كده الكابتن اسماعيل حفني، والكابتن محمد معاطي، وبعد كده كابتن سونا طبعا شيخ المدربين كما يطلقوا عليه. وبعد كده اشتغلت مع الكابتن طلب، واشتغلت الكابتن مع محمد قناوي، والكابتن طبعا سيد شارلي كان والدنا كلنا، وهو اللي كان بيوجهنا في الشغل يعني. وبعد كده اختاروني للفريق الاول، اشتغلت مع الفريق الاول عن طريق الحاج صبري عبد الجواد والحاج ابراهيم الهجان. فبدات بقى ان انا اشتغل مع بعض من المدربين الاجانب والمدربين المصريين. المدربين بقى المصريين اللي هم مع الفريق الاول، كان الكابتن شحتة، كان كابتن انوس، وكان الكابتن شحتة، وكابتن اميرو، والكابتن علي ابو جريشه فكت الكره المصريه، اللي انا استفدت منه طبعا كتير جدا جدا جدا، ادب واخلاق، وعلمنا ازاي يعني نحافظ على نادينا ونحافظ على مكاننا. واشتغلت ببعض بقى المدربين الاجانب. اشتغلت مع مستر فيلدكامب في اواخر ايامه، او قبل ما يمشي من النادي الاسماعيلي. وبعد كده اشتغلت مع انجل ولانجن، دول برضه مدربين، لدرجه ان المدرب لانجن كان بيعلمني الشغل. الاول كان بيكتب لي الشغل في ورقه، وانزل بالادوات واعمل له الشغل في الملعب المطلوب. يعني يرسم لك كان يرسم لي الشغل كله، الشغل كله كان نظام حواجز وعلامات وكده يعني. نعمل له 12 محطه 13 محطه بالنسبه للشغل البدني. وكان موجود معانا
الدكتور محمد الدكتور البيك من الناس الدكاتره المحترمه جدا في اللياقات البدنيه للعيبه. وبعد كده بقى مستر لانجن يتكل عليا يقول لي انت كده نجحت في الاختبار اتعلمت ومفيش داعي للورقه دي. فكان يقول لي انزل اعمل كذا 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 كذا، فانا الحمد لله رب العالمين كنت بنزل بعمل الشغل كله. والراجل كان اول ما ينزل الملعب يندى عليا مستر نوبي جود تمام، اقول له تمام يقول لي تمام. وفي نفس التمرين ما هو شغال برضه بفضل واقف جنبه بناوله دي عايز كده عايز كده، واقف مع مدرب حراس المرمى. وتعلمنا ازاي ان احنا نجهز لبس المباريات، المباريات اللي بره بناخد معانا ايه، المباريات اللي داخليه بيبقى موجوده معانا ايه. والحمد لله يعني الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى والنادي الاسماعيلي، لان انا لغايه النهارده الحمد لله بأدي. وكل المدربين اللي طلعت من النادي الاسماعيلي يعتبروا اخواتي وولادي في نفس الوقت برضه، من الحاليين الموجودين في النادي. والحمد لله يعني انا حضرت العهد الزمن الجميل زي ما بيقولوا، يعني من ايام حازم. ما احنا هنتكلم بس عشان ما تسبقناش. احنا خلصنا المدربين وعرفنا انت اشتغلت مع مين والكلام ده. عايزين نعرف بقى الزمن الجميل واللعيبه اللي انت عشرتها وكانت نجوم مصر ونجوم افريقيا ونجوم العرب زي ما كانوا بيقولوا عليهم ان هو النادي الاسماعيلي فاكهه الكره المصريه. كلمنا بقى على النجوم دي. طبعا احنا مش هننسى الكابتن حازم رحمه الله عليه، اللي هو يعني كان قدوه للاعيبه النادي الاسماعيلي وقائد بمعنى الكلمه. واللعيبه كانت مسميه عريس الفرقه باستمرار. هو يعني كان شاب جميل جدا ولاعيب جدا. وطبعا الكابتن عماد سليمان، كابتن محمود جابر، كابتن محسن هاشم، كابتن محسن عبد المسيح، كابتن حماده الرومي رحمه الله عليه. بس على فكره في جيل كده انت نسيته، في الجيل اللي قبل ده. ما انا عاشرت اول ما اشتغلت مع الجيل ده. اول مع فريق اول طلعت مع الكابتن حازم رحمه الله عليه. والكابتن علي اغا رحمه الله عليه، والكابتن عصام الحسيني، والكابتن علي يونس، والكابتن طارق زين. وبعد الجيل ده على طول طلع الكابتن محمد وهيه والكابتن سعفان، مدرب حراس المرمى الاول في اسماعيليه، الدولي كما يطلقون عليه. وطبعا والكابتن طارق الوحش، وكان بعض من اللعيبه كتير جدا اللي هي الجيل محمد فكري. بعد كده طيب